السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيف منيرة. اليوم باش أوريكم طريقة تحضير مرقة قنارية محشية على الطريقة الإيطالية. والأكلة هذه تعلمناها من عند عمتي يرحمها، كانوا يسكنوا بحداها جيرانها طلايد في الستينات. ونبداو أول حاجة ناخذوا القنارية متاعنا بعد ما غسلناها وقطرناها، نحيونا شوية من ورقيها الفوقانيين كما هكا، ومن بعد قصوله شوية من التيج متاعها. نكمل نقصوا أطراف ورق القنارية بالطريقة هذه. بعد ناخذ سكينة أصغر شوية باش نقاروا لها الوسط متاعها بالطريقة هذه، باش الوسط متاعها من بعد نعبيو بالحشو. حاول باش تنظف الباهي القلب متاعها، مش شعر جويد كل يتم في قلبها. وبعد ناخذوا كعبة قارص ونعصروها في صحفة عبينا شطرها بالماء، وكل كعبة قنارية كمان نظفناها نحكوها كما هكا بالقارص من برا ومن داخل باش ما تكحالش. نحطوها في الماء كده عصرنا فيه القارص. ونواصلوا تنظيف كعبات القنارية بنفس الطريقة حتى وين نكملوا. ومن بعد نحيهم بالكعبة وننفضوهم كمان هكا، نحطوهم على وجههم باش يقطروا. وتوا نمشيو نحضروا الحشو متاعنا اللي متكون من 300 غرام لحم مقصوص جويد كمان هكا، شطر حزمة معدنوس مقصوصة جويدة، زوز بصلات مقصوصين جويدات، مغرفة صغيرة عطرش شايح مرحي، مغرفة كبيرة شابليور، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة كبيرة فلفل مرحي. نصبوهم كل مع بعضهم في صحفة غارقة، ونزيدوا عليهم عظمتين، ونحطوا شوية زيت هكا في ايدينا، نحلوا البهارات الكل مع بعضهم بالطريقة هذه. لازم اللحم والبهارات والخضرة يتخلطوا كل مع بعضهم ويذبالوا باش يعاونك في الرصان. كي نكملوا ناخذوا القنارية متاعنا بالكعبة ونرصوها بالطريقة هذه. وحاولوا حلوا كعبة القنارية شوية كمان هكا باش ترفع لك أكثر حشو. تو بعد ما كملنا رصناهم الكل نمشيو نحضروا الصوص متاعنا. ناخذوا كروانه، ماذا بك تاخوها كروانه واسعه شويه باش ترفع لك القناريه. نصبوا فيها كاس زيت زيتونه ونزيدوا عليها زوز بصلات مقصوصين جواد كيما هكا بعد ما قشرناهم وغسلناهم. او كي نلقاو البصله متاعنا ذبالت وبدات تصفار، نزيدوا عليها زوز كعبات طماطم مبشوره، زوز مغارف كبار طماطم معجونه، مغرفة كبيرة وشطر فلفل مرحي، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، مغرفة صغيرة كركم، ومغرفة صغيرة ملح. ونزيدوا عليهم كاس ماء ونحلوهم بالطريقة هذه. ورحنا حطينا بزايد الطماطم والفلفل المرحي خاطر القنارية تشرب لفاح. نحركوها شوية كمان هكا، نغطيو عليها ونخليو تدور في عقلها. في نفس الوقت نحطوا الماء يسخن باش نمرقوا بيه. وتوا كي نلقاو الطمطومه متاعنا شربت وقرت زيتها نمرقوها بيتا ونص بيسخو. نحركوها شويه كمان هكا، ومن بعد نسقطوا القناريه اللي حشيناها كمان هكا. ونغطيو عليها ونخليها تطيب في عقلها. وبالنسبة للقنارية راهي تحب لها وقت باش تطيب، بالنسبة ليا خليتها ساعة وربع. تو شو ما شاء الله بعد ما طابت شوف كيفاش المرقة قرت زيتها، وكل كعبة قنارية وحدها لا تفترش ولا حتى شيء. وصدقني جربوها وقولوا لي راهي فيها بنة خاصة. تو نطلعوا في الصحن وتاكلوا بالشفاء ولهنا.